على حقيقة يعني من المفترض أن يقدم كل جهة ما يعني رؤيتهم أو مشروعهم الذي يعني يبنون عليه مستقبل سوريا أو رؤيتهم لسوريا المستقبلي. وعندما طرحت قوى الائتلاف هذه الرؤية طبعا هو شيء إيجابي يعني، ولكن الرؤية بذاتها هل هي إيجابية أم لا؟ هل هي يعني متوافقة مع تطلعات الشعب الكردي بكافة مكوناته أم لا؟ هنا المشكلة الكبرى يعني. فالرؤية هي تقريبا رؤية شبه إسلامية يعني، تقريبا تقترب من الوجهة الدكتاتورية يعني، لأنهم يضعون كل السلطات تحت إطار هيئة الحكم الانتقالي. فهذه سلبية كبيرة جدا بالنسبة للائتلاف يعني. نحن لا نريد أن نتخلص من سلطة شمولية وندخل في سلطة شمولية أخرى تستلب كافة الحقوق وتستلب كافة السلطات. من هذه الناحية نحن ننظر إلى هذه الورقة وإلى هذه الرؤية على أساس أنها رؤية غير إيجابية بالكامل يعني. ثانيا بالنسبة للمشكلة الكردية أو مشكلات المكونات، فهي تقدم رؤية ضبابية تقريبا غير واضحة تماما يعني. فما المقصود بأننا سنعمل على تحقيق أو سنعمل على إنجاز الحقوق الكردية أو الحقوق القومية واللغوية والثقافية؟ كلمة استخدام مفردة سنعمل على ذلك يعني هذا يؤكد بأنهم غير ملتزمين بإنجاز هذه الحقوق، فهي تعطي فسحة كبيرة للتلاعب بالعبارة أو بالتأويل أو بالتفسير ليتملصوا فيما بعد من مفاهيم هذه الجملة. فكان من المفترض بهذه الرؤية أن تقدم بندا خاصا بالقضية الكردية تؤكد على التزامهم وليس عملهم على التزامهم بحل القضية الكردية في سوريا حلا ديمقراطيا شاملا وفق المواثيق والعهود الدولية. لذلك فأننا نعتبر هذا البند بندا ضبابيا غير واضح الملامح، ومما يؤدي بالتالي إلى أن نفكر بأنه عبارة عن بند مراوغ مخادع غير حقيقي لا يمكن الاعتماد عليه تماما. ثم ما المقصود بالحقوق القومية والحقوق اللغوية والثقافية؟ أليست اللغة والثقافة من ضمن الحقوق القومية؟ ثم أنهم ينكرون وجود شعب وأرض يعني، وبالتالي فهذا التلاعب باللفظ بالعبارة يؤدي بالتالي إلى عدم التمكن من طرح رؤية حقيقية بالنسبة لحل القضية الكردية في سوريا. وبالتالي فهذا الأمر مطلوب طبعا من المجلس الوطني الكردي الذي هو جزء من الائتلاف يعني. عليهم أن يقدموا رؤيتهم أو يقدموا حلهم للقضية الكردية في سوريا بطريقة براغماتية واضحة جدا يعني، من دون أي مواربة لهذا الائتلاف، فأما أن يقبل أو يرفضوا. أما مسألة أن يخرج علينا في الإعلام ويقولوا بأنهم يتفاوضون أو يحاولون أو يناقشون، كل هذه الأمور لا تأخذ حيزا إيجابيا يعني، أو لا تأخذ حيزا جديا في التعامل السياسي. عليهم أن يقدموا ورقة متكاملة لحل القضية الكردية في سوريا للائتلاف. إن رضيوا بهذه الرؤية أو اتفقوا على هذه الرؤية كان، بأن لم يتفقوا فليس للمجلس مكان في ائتلاف يرفضني أو في مجموعة ترفض حقوقي التي أطالبها، فبالتالي ما مكاني في هذا المجلس يعني.